خليني أقولك حاجة مهمة قوي من الأول. الثبات الانفعالي مش ضعف ومش برود. الثبات الانفعالي هو أعلى درجة قوة ممكن أي ست توصل لها. هو إنك تكوني حاسة بكل حاجة، بس ما تسيبيش أي حاجة تكسرك ولا تسوقك. في فرق كبير بين واحدة أعصابها هادية وواحدة متحكمة في نفسها. الهدوء ممكن يكون طبع، لكن التحكم مهارة وتقدري تتعلميها. يعني ايه اصلا تحكم في النفس؟ يعني ما ترديش اول ما تتحفزي، وما تتكلميش وانتي نار، وما توضحيش كل اللي جواكي لأي حد. التحكم في النفس انك تعرفي امتى تتكلمي وامتى تسكتي، امتى تمشي وامتى تفضلي واقفة بمنتهى الثبات. الآنسة اللي متحكمة في نفسها مش بتصرخ عشان تتشاف، ولا تبرر عشان تتحب، ولا تهاجم عشان تدافع عن نفسها. تعالي أقولك ليه الثبات الانفعالي بيخلي الست جذابة. لأنه بيخليها لغز، وجودها بيبقى تقيل، ردودها قليلة بس مؤثرة. الناس بتحترم اللي ما يتهزش، والرجالة تحديدا تحترم الست اللي ما تتهورش ولا تبقى كتاب مفتوح. الست الثابتة انفعاليا ما بترفعش صوتها، بس دايما تلاقي صوتها مسموع. صدقيني، أكبر عدو للثبات الانفعالي أكبر عدو ليكي، وأكبر عدو ليكي إنك تردي على طول. أي موقف يضايقك أول رد فعل بيطلع من الجرح مش من العقل. مشاعرك في اللحظة دي بتكون هي المسيطرة. عشان كده أذكى حاجة ممكن تعمليها إنك تقفي لحظة. مش لازم تردي دلوقتي، مش لازم توضحي دلوقتي، مش لازم تاخدي موقف دلوقتي. الوقت في صالح اللي ثابت، مش اللي مندفع. تعالي أقولك الفرق الجوهري بين الست العصبية والست القوية. العصبية بتطلع كل اللي جواها في ثانية وبتندم بعدها، أما القوية بتحبس رد الفعل لحد ما تختار الرد المناسب. القوية تخلي اللي قدامها يستفز نفسه، إنما العصبية بتتجر للاستفزاز. تعالي أقولك إزاي تبدأي تتعلمي الثبات الانفعالي. أول حاجة، اعرفي نفسك. ايه أكتر حاجة بتستفزك؟ يا ترى إهمال، استفزاز، تقليل أو تجاهل؟ لما تعرفي زرار غضبك ده هيسهل عليك التحكم. تاني حاجة، ما تاخديش أي حاجة على صدرك. مش كل تصرف موجه ليكي، ومش كل كلمة تستاهل رد. في ناس مكسورة فبتكسر، في ناس فارغة فبتستفز. الثبات الانفعالي إنك تفصلي بينك وبين تصرفات غيرك. تالت حاجة، خلي ردك أهدى من الموقف. دي قاعدة ذهبية. لو حد علّى صوته وانتي عليتي أكتر، انتي الخسرانة. لكن لو هو علّى صوته وانتي هديتي، انتي صدقيني كده مسكتي زمام القوة. الهدوء في عز العصبية بيرعب. السكوت مش دايما ضعف. في أوقات السكوت ذكاء، وفي أوقات
السكوت احترام للنفس، مش كل معركة بتتخاض، ومش كل نقاش لازم تكسبيه. الآنسة الذكية بتختار معركتها. الثبات الانفعالي وحدودك انتي. الثبات مش معناه تسكتي عن حقك، لأ، معناه تطلبي حقك من غير انكسار ولا هجوم ولا حتى انهيار. كلمة هادية في وقتها أقوى من 1000 صريخ. افتكري دايما، اللي يقدر يتحكم في نفسه يقدر يتحكم في أي موقف. والست اللي ثابتة انفعاليا مش محتاجة تثبت حاجة، وجودها لوحده إثبات.